الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبحمد الله ننتهي. بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة جديدة من أكلات واحد نوح. هقول لكم على أكلة خفيفة وبسيطة بمناسبة الشرب. لسان عصفور، ازاي تحمري لسان العصفور وتعملي شوربة من غير دهون، وازاي تحمري لسان العصفور أصلا من غير دهون. دي طريقة قدامك وأنا بفتح الكيس قدامك عشان تعرفي إن أنا مش محمرة لسان العصفور قبل كده. وهقول بسم الله الرحمن الرحيم. تقدري بس انت كل اللي عليك انك تاخدي بالك وتقلبي على طول عشان اللون غير معاكي. وقبل اي حاجه حبايبي عايزاكم تشتركوا في قناه اكلات واحد نوح، وما تنسوش اللايك والشير عشان اعرف اجيلكم تاني واقول لكم على اكلات ووصفات خفيفه وسهله من واحد نوح. طبعا ديت ربنا يشفينا ويشفي كل مرضانا يا رب. بتبقى خفيفه قوي على المرضى، وبالنسبه للست اللي عندها اطفال دي بتبقى مغذيه قوي. في نفس الوقت انا مش عايزه ادخل دهون كتير قوي في جسم اطفالي اللي هم الرضع. طب انا هعمل ايه بقى؟ هعمل بالطريقه دي، اصبر عليها شويه هتلاقيها احمرت معايا، وانا هوريكي هتحمر ازاي من غير اي زيت. وعلى فكره دي انا مش عشان الطاسه تيفال ولا حاجه، لا انت ممكن تعمليها في طاسه ألمونيوم، بس اهم حاجه ايدك تبقى فيها عرض عشان انا مش عايزاها تتحرق، انا عايزاها تتحمر بس. لسان العصفور ده الكبار والصغيرين بيحبوه، وانا عن نفسي بحب اكله كده، بس انا بحب اكله من غير شوربه، يعني بحب احمره كده واكله من غير شوربه زي الرز كده مفلفل. بس دي بقى بتبقى مناسبه وخفيفه قوي. ربنا يعافينا ويعافيكم على المرضى والاطفال هم الرضع. اسهل اكل الاطفال هم الرضع هو لسان العصفور. لسان العصفور لان بيبقى يعني بيبقى سهل البلع كده عن الرز وعن المكرونه وعن اي حاجه تاني. حتى للناس كلها واخده فكره غلط ان البطاطس بتبقى اسهل انواع الاكل للاطفال. هي البطاطا لا، ده بتبقى تقيله بالعكس. هو اسهل حاجه ممكن تاكلي بيها اطفالك وتستفيدي بيها هو لسان العصفور. مغذي مشبع مفيهوش دهون. طبعا في اكلات واحد نوح احنا كلنا بنتعلم من بعض، بس انا بوريكم حاجات ممكن طرق جديده، وان شاء الله ربنا يجعلها مفيده ليكم وتستفادوا منها. ربنا يجعلنا كده من الناس اللي بيحسن بين ايديهم. طبعا زي ما انت شايفه اللون وهو للامانه مفيش ولا ندعه زيت ولا ندعه سمنه قسما بالله حطيناها، وزي ما انت شايفه اللون وبعدين هقول لك بالنسبه اللي هم الموظفات اخوات الموظفات وكده، فممكن تعملي كميه من ده وتبرديه وتحطيه في الفريزر وقت ما تحبي هتطلعيه، وانا هوريكي اللون هيتغير ازاي معاكي. انا مجهزه الشوربه. بسم الله. ايه رايك؟ ادي لون لسان العصفور من غير زيت من غير سمنه من غير اي حاجه زي ما انت شايفه. هنحط ملح خفيف عشان الشوربه فيها ملح، واهم حاجه في لسان العصفور معلقه الفلفل الاسود تنقلك نقله تانية خالص. يعني هقفل عليه 5 دقايق يستوي ويدوقك احلى شوربه لسان عصفور. ودينا رجعنا لكم تاني واوريكم هو قدامكم اللي هو اما استوى. هنطفي كده. بسم الله ما شاء الله. ادي بقى يا ستي لسان عصفور من غير من غير دهون. هغرف قدامك دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. شوربة لسان عصفور ولا احلى من كده.
وادي الشكل النهائي للسان العصفور من غير دهون. ما تنسوش الاشتراك في القناة، قناة اكلات واحد نوح، واللايك والشير وتدعموني عشان تلاقوني ان شاء الله اجيلكم كمان في اكلات تانية اخف واحلى والذ من كده. واتمنى تكون الفكرة عجبتكم وتكون سهلة عليكم. واي حاجة اي مقترحات ابعتولي واكتبولي في الكومنتات. عايزين اعمل لكم اكل تاني، الاكل بتاعي كويس، الاكل مش عاجبكم، ده شرف لي ان انا اخد برايكم. واشوفكم على خير ان شاء الله في حلقه جديده. والحمد لله الحلقه تمت وحساها خفيفه والاكله خفيفه وهتعجب الاطفال وهتعجب المرضى. ربنا يشفينا ويشفى مرضانا جميعا يا رب. وهتعجب الكبار نفسه. انا عن نفسي باكلها، يعني انا عن نفسي بحبها، بحب الشوربه دي خفيفه وحلوه. فاشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.